A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في اسمي محمد أمار وفي بن محمد جسني من PISMP PAI A 2023-2028. وفي هذا اليوم أنا أشرح عن العلم من علم البيان في البلاغة والتشبيه. هذا الموضوع في هذا اليوم هو رحلة في عالم التشبيه وأنواعه. طيب، ما هو التشبيه؟ تعريف التشبيه. التشبيه هو تقنية باللاغية تربط بين شيئين يشتركان في صفة معنية، ثم يمكن استخدام أدوات التشبيه مثل كمثال كأن يشبه أو استغنى عنها، مثل العلم نور أو هو كالأسد في الشجاعة. طيب، ثم أهداف التشبيه. ما هو أهداف التشبيه؟ أهداف التشبيه هو توضيح المعاني المجردة، ويجعل التشبيه المفاهيم المجردة أكثر وضوحا وفهما من خلال ربطها بأشياء ملموسة، ثم جذب انتباه القارئ أو السامع. يضيف التشبيه لمسة من الإبداع والجمال اللغوي مما يجذب انتباه الجمهور ويحافظ على اهتمامها. وثالثا، تقوية التأثير العاطفي. يمكن للتشبيه إثارة مشاعر معنية لدى المتلقي مما يعزز تأثير الرسالة. وأخيرا، تجميل الأسلوب اللغوي. يضيف التشبيه جمالا ورونقا إلى اللغة مما يجعلها أكثر جاذبية وتعبيرا. ثم أركان التشبيه. ويمكنك استخدام صورة توضيحية بسيطة مثل رسم بياني يوضح الأركان الأربعة، أو صورة كف يد بأصابعها 4. أولا، المشبه هو الشيء أو الفكرة التي نريد وصفها أو طريق بها إلى الأذهان. المثال: العلم. ثانيا، المشتبه به هو الشيء الذي نقارن بها المشبه، وعادة ما يكون أكثر وضوحا وشهرة بصفتها المميزة، مثال النور. وثالثا، أداة التشبيه هي الكلمة التي تربط بين المشبه والمشبه به وتدل على وجود التشابه بينهما. المثال كمثال كأن، يشبه، يماثل أو يناظر. وأخيرا، وجه الشبه هي الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به والتي نريد إبرازها في التشبيه، مثال الحدية والوضوح. طيب، الآن خارطة أنواع التشبيه. تتحدد أنواع التشبيه بناء على حضور أو غياب الأداة ووجوه الشبه. أولا، التشبيه المرسل وما ذكرت في الأداة، المثال العلم كالنور. ثم التشبيه المؤكد. ما هو التشبيه المؤكد؟ التشبيه المؤكد هو ما حذفت منه الأداة، مثال العلم نورا في الهداية. وثالثا، التشبيه بالمفصل وما ذكر فيه وجه الشبه، مثل الجندي كالأسد في الشجاعة. والرابع، التشبيه المجمل وما
حذف منه وجه الشبه. مثال: الجندي كالأسد، سكتنا عن وجوه الشبه. وأخيرا التشبيه البليغ: أعلى الدرجة هو ما حذفت منه الآداة ووجه الشبه معا، وقي المشبه والمشبه به فقط. مثال: العلم نور. التشبيه الأول تشبيه المرسل، والتشبيه الذي تذكر فيه أداة التشبيه صراحة في الجملة سمي مرسلا لإرسالها عن التأكيد، أي وجود الآداة يجعله أقل مبالغة من البليغ. المثال في هذه الصورة: الرجل شجاع كالأسد. الرجل والمشبه شجاع ووجه الشبه كالأسد كاف. الكاف هو أداة التشبيه، وأخيرا الأسد المشبه به. خصائص هذا النوع: وجوه الأداة. الركن الأساسي الذي يحدد هذا النوع هو الظهور، الكاف مثل كأن. ثم وضوح المعنى، لا يحتاج القارئ لجاهد لا ستنانج وجود علاقة تشابه. ثم سهولة الفهم، يعود المدخل الأساسي وأسهل للتعلم على البلاغة المتباعدين. وأخيرا معادلة التشبيه المرسل. ثم التشبيه الثاني هو تشبيه مفصل، والتشبيه الذي تذكر فيه جميع الأركان الأربعة صراحة في الجملة: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. سمي مفصل لأنه يفصل في ذكر العلاقة والصفة المشتركة. الرجل شجاع كالأسد في شجاعته. المثال في هذه الصورة: ينظر إلى الآية: الرجل شجاع كالأسد في شجاعته. الرجل هو المشبه، ووجه الرجل هو وجه الشبه. شجاع هو متشبه، وكا هو أداة التشبيه بالكاف. جميع الأركان مذكورة، وشجاعته هو وجه الشبه. خصائص هذا النوع: شرح التفصيلي للعلاقة، لا يكتفي التشبيه المفصل بذكر التشابه، بل يحدد الصفة والمشتركة بدقة، مما يوفر شرحا تفصيليا للعلاقة. أوضح أنواع التشبيه: يعتبر التشبيه المفصل والأوضح والأكثر دقة من بين أنواع التشبيه، حيث لا يترك مجالا تخمين مناسب للتعليم. يعتبره هذا النوع مثاليا لتعليم التشبيه وأركانه للمتباعدين، حيث يسهل تحديد وفهم كل ركن من الأركان الأربعة. ثالثا التشبيه المجمل، هو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه وبقيت في الآداة. سمي مجملا لأنه يعطي صورة عامة مجملة دون الدخول في تفاصيل الصفة المشتركة، تاركا للعقل استنتاجها. المثل في هذه الصورة: الرجل شجاع مثل الأسد. والرجل وهو المشبه ووجه الشبه. شجاع هو المتشبه للأسد، أداة تشبيه. ومثل أسد هو المشبه به. حذف وجه الشبه، لا وجود وجه الشبه. خصائص هذا النوع: الأسلوب المختصر، يملي إلى الإيجاز والسرعة في الإيصال الفكرة. يتعمد على فهم القارئ، يترك القارئ حرية تغيير الصفة المشتركة،
هل هو شجاع؟ هل هو قوي؟ هل هو سريع؟ أقل تفصيلا من المفصل يعتمد عن الشرح المباشر ليعطي الناس قوة بالغة أكبر من خلال اختصار. طيب، ورابعا التشبيه المؤكد هو ما حذفت منه أداة التشبيه صراحة. في هذا الجملة الرجل شجاع الأسد في شجاعته. في تشبيه المؤكد نحن حذف أداة التشبيه. الحاصل الرجل هو المشبه، شجاع هو وجه الشبه، المشبه به هو الأسد في شجاعته. ليس وجود أداة التشبيه. خصائص هذا النوع: أسلوب الأقوي حذف أداة يجعل التشبيه أقوي في التأكيد على التشابه، يعطي تأكيدا أكبر، يحيى بأن التشابه بين المشبه والمشبه به أمرا مؤكدا والمباشر. يقرب المشبه من المشبه به، يجعل المشبه به الصفة ولا صفة. ثم تشبيه الخامس وتشبيه الأخير والتشبيه البليغ. التشبيه البليغ هو التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه التشبيه معا، وما يجعل فيه المشبه به ونفسه المشبه. في هذا الجملة الرجل أسد. لا يوجد أداة التشبيه ووجه الشبه، لأن نحن حذف أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. الحاصل الرجل أسد. الرجل هو المشبه وأسد هو مشبه به. خصائص هذا النوع: أقوي أنواع التشبيه لأنه يحول المشبه إلى صفة مطلقة لمشبه به، مما يجعله ذرية البلاغة. تأثير بلاغي عميق حذف الأداة ووجه الشبه، يجعل التأثير أعمق بكثير في نفس المتلقي، يعطي صورة قوية ومباشرة، يحيي بأن المشبه والمشبه به شيء واحدا تماما دون واسطة أو قيد. طيب، الآن نحن ننظر إلى تطبيق التشبيه في القرآن الكريم. في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. توضح هذه الآية حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، حيث شبه الله تعالى صداقتهم بهبة زرعة في الأرض فأنبتت 7 سنابل وفي كل سنبلة عدد كبير من الحبوب. وهذا يدل على أن الله يضاعف أجر الصدقة أضعافا كثيرة، وبينا سعة فضله وكرمه على عباده الذين ينفقون بإخلاص. أركان التشبيه هو المشبه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. المشبه به: حبة أنبتت 7 سنابل. عدد التشبيه: وجه الشبه: مضاعفة الأجر وكثير النماء. العناصر البلاغة في الآية: التشبيه التمثيل، حيث شبه حالة الإنفاق بحالة الزرع والنماء، وهو تصور كاملة لمشهد متكاملة. وثم التصاوير البياني: رسمت الآية صورة حية لنمو التكاثر، مما يساعد على تحليل المعنى بوضوح المبالغة. ثم في قوله 7 سنابل دلالة على كثرة الأجر وعظام الثواب، الإيجاز مع التأثير. جاءت الآية بأسلوب متخصص. ثم هيا ننظر إلى تطبيق للتشبيه في حديث النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عصو تداعن له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواية البخاري ومسلم. يبين هذا الحديث حال المؤمنون في تغافلهم في تالفهم وتراحمهم، حيث شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد، فإذا أصاب عضو من الجسد اللمى أو مرض تأثر بقية الأعداء وشاركته في هذا الأمر بالسهر والحمى. وهذا يدل على أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا متماسكين ومتعاونين، يشعروا بعضهم ببعض ويتألمون لا مع إخوانهم ويسعون لمساعدتهم، كما يبرز الحديث أهمية الأخوات الإسلامية، ويغرس في النفوس روح التعاطف والتكافل، مما يقوي وحدة المجتمع ويجعله أكثر ترابطا واستقرارا. أركان التشبيه في هذا الحديث هو المشبه المؤمنون في توادهم وتراحمهم، ومشبه به والجسد الواحد الأداة كمثل، وأخيرا وجه الشبه والترابط والتأثير المشترك. والناسب له في الآية هو تشبيه تمثيلي تصور حالة جماعية كاملة، وتصور البيان وصورة الجسد للتألم وتأثير عاطفي قوي، يبرز الرحمة والتعاطف. في الختام، يعد التشبيه من أهم الأساليب البلاغة في اللغة العربية، لما له من دور فعالا في توضيح المعاني وتقريب الأفكار المجردة إلى أذهان المتلقين بالأسلوب سهل وجذاب. ثم فهو لا يقتصر على كونه وسالية لغوية فقط، بل يعتبر آلة فنية تساهم في إبراز جمال اللغة وإضفاء طابعا مؤثرا على النصوص، مما يجعلها أكثر حياة وضوحها. ومن خلال التعريف على أركان التشبيه وفهم أنواع الخميسة، يمكننا تحليل النصوص بالبلاغة بشكل أعمق، واكتشاف الدلالة والمعاني كالمعنى فيها، كما يساعدنا ذلك على تحسين مهارتنا في التعبير، سواء في كتابة أو خطابة من خلال استخدام الأساليب أكثر نقاط تأثيرا. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.